السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفتين بالقرنبيط اسهل واحلى من بعض. معانا قرنبيط عجة وقرنبيط بالصلصة. القرنبيط العجة هنحتاج له معلقتين سمنة وشوية زيت وبصلتين هنحطهم على النار ويحمروا. هياخدوا لون دهبي بس مغمقش يا جماعة عن كده، لأن البصل لما بيغمق بيبقى ممرر الأكل ومش محلي الأكل جميل. طول ما البصلة فاتحة ولونها رايق بيبقى الأكل مسكر. هنقلب بقى لغاية ما اللون اللي احنا عايزينه اهون. كده هننزل بالقرنبيط اللي احنا مخرطينه ومصفينه من اول وغاسلينه. هي 10 دقايق الوصفة دي، مبتاخدش اكتر من كده، حاجة بسيطة وسهلة وسريعة. هننزل بقى بالتوابل. التوابل اللي انت بتحبيها طبعا، ما التوابل ما فيهاش اي حاجة لازم تتعمل، هو التوابل بالمزاج. هنحط فلفل اسمر وكمون وشطة وملح. آه، ممكن شوية كزبرة بس مش اكتر من كده. موضوع الكلام في الفيديو ده يا جماعة حاجة يعني بالنسبة لي صعبة جدا، أنا ما كنتش بعمل كده، أنا كنت بكتب بس. هم قالوا لي لازم تتفاعلي مع الناس، لازم الناس يحسوا إن حد في الفيديو معاهم، مش كأن صورة وخلاص. فأنا بعمل كده بس الموضوع صعب جدا بالنسبة لي، وحاسة أنا بعك عك ربنا يستر. هنقلب ونسيبهم شوية على جنب على نار هادية لغاية ما تستوي الوصفة وتدبل. هنروح بقى نعمل قرنبيط بصلصة. أنا عندي هنا 4 معالق صلصة أو حسب الكمية طبعا اللي انت عايزاها، أو ساعات الناس بتحب الصلصة كتير والصلصة قليل. صلي على محمد. وننزل عليهم بباقي كمية القرنبيط. أنا هنا كنت جايبة هي قرنبيطة واحدة وخرطتها وسبتها لوصفتين. طبعا الكمية على حسب العدد، يعني ممكن انت اللي يكفيكي قرنبيطتين كده يعني. هي واحدة وأنا خرطتها وبكمل بيها الوصفتين. هنقلبهم وننزل بشوية توابل برضو وشوية مية. دي حاجة بسيطة يعني، أكل سهل وسريع، الأكل على فكرة ينفع فطار وغدا. ننزل بقى بالتوابل. أنا هحط شوية كمون برضو، شوية ملح، شوية فلفل أسمر صغننين عشان ما يبقاش لونه غامق. وشوية كزبرة وشوية مية صغيرين جدا عشان يستووا. لو انتوا شايفين ليكوا رأي في طريقتي، في حاجة غلط أنا عملتها، حاجة أحلى من كده، انتوا ممكن تضيفوها لي، يعني قولوا لي في الكومنتات. عادي، ادينا بنتعلم من بعض. هنا القرنبيط ده على العجة. القرنبيط كان نفسه بارد، لازم يبقى بارد، ونزلت عليه بالخضرة اللي احنا مخرطينها. طبعا الخضرة على حسب اختيارك برضو، يا اما 2 كزبرة يا اما 2 بقدونس يا اما واحدة وواحدة، اللي انت تحبيه. و7 بيضات هنا او 8، بس ما نقللش عن كده، لان ده قرنبيط العجة، يعني اصل العجة في اي حاجة بيض، سواء عجة بصل او عجة قرنبيط، هو البيض اهم حاجة فيها. وانا نسيت احط هنا نص معلقة بيكنج باودر، بس هي اساس في الوصفة، بيخليها منفوشة كده وجميلة. بس دخلتها بقى الفرن ما خدتش 10 دقايق، وانا بقدم الاكل. القرنبيط بحس انه بيحب الليمون قوي، والاتنين كده ماشيين مع بعض. وممكن تعملي سلطة، تضيفي بقى الاضافات اللي تعجبك. انا بالنسبة لي كده تمام قوي. ولو عجبك الاكل ممكن تعملي لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.